ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش الشامي بأسهل طريقة للسندوتشات لسحور رمضان. يعني هو بيشبع وفي نفس الوقت هتلاقوه طري وجميل، فهيعجبكم جدا طريقته. بصوا يعني انا بقطع الرغيف عشان تشوفوه من جوه عامل ازاي. بصوا حلو ازاي من جوه، ولا منه خفيف جدا ورقة، وفي نفس الوقت حلو مش معجن. بصوا عامل ازاي جميل، بيتفتح عشان لو عاوزين تعملوه سندوتشات لولادكم، عاوزين تسحروا بيه في رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. انا معاكم دينا ودي قناتي، بعمل معجنات واكلات. اتمنى القناة تعجبكم. اللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي مشترك يشغل يعني فعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وهنعمله بكوبايتين بس من الدقيق، يعني في الطبق دول كوبايتين دقيق منخولين بمج الشاي العادي او بالكوبايه المعياريه. وحطيت هنا نص كوبايه في الكوبايه المعياريه، نص كوبايه ميه دافيه عشان الخميره. وحطيت معاها معلقه صغيره سكر ونص معلقه كبيره خميره. هنا بدوب اهو الميه بالخميره والسكر، وركنتها ثواني بس. وحطيت على الدقيق رشه ملح اهو بعد ما دوبتها. انا ما صبرت شويه على الخميره، ان انا عارفه الخميره بتاعتي ان هي كويسه ومستخدماها قبل كده. لكن لو انت مش ضامنه الخميره يبقى سيبيها شويه، واول ما تعمل فقاعات هتلاقي الخميره كده شغاله، فتقدري ان انت تعجني بيها. حطيت نص كوبايه وعجنت، وابتديت بقى ايه على حسب ما العجينه تحتاج مني. يعني بحط الميه حبه بحبه لحد ما تتلم مني وتحتاج. بس هي الغالب مش هتحتاج ميه تاني، ان هما كوبايتين يعني مش كتير. في نفس الوقت بيعملوا لنا كميه حلوه من العيش. اهو ببتدي اعجن. بس انا طبعا حسيت ان الطبق مش مريحني شويه في العجن، فرحت قلت ايه، لا اعجن على الرخامه افضل. اهو بحاول اسلك ايدي من العجين عشان اعرف اعجن. طبعا العيش او ايا كان بيحب العجين حلو، بس بالذات العيش بيحب العجينه ان تحاولي تعجني فيهم ممكن 8 دقايق ل 10 دقايق. كل ما بتتعجن حلو كل ما هتديكي نتيجه حلوه. اهو نعجن كويس اهو. هنا كده انا كنت يعني ايه بحاول ان انا يعتبر ايه يعني ايه ما اجيبش طريقه العجن كلها عشان الفيديو ما يبقاش طويل. فانا كده كنت وقفت الفيديو شويه وكملت عجن على اساس ان ايه يعني ما طولش الفيديو. دلوقتي احنا عملنا ايه اهو. انا العجينه بصوا حتى لمت معايا، انا ما عملتش اي حاجه، يعني هي لمت معايا لوحدها. جبت حوالي معلقه زيت كبيره، رحت حطاها عليها وكملت ايه عجن. معلقه الزيت دي بقى هتنعم لنا العجينه جدا. يعني مع معلقه الزيت وتفضلوا تعجنوا، العجينه هتنعم جدا جدا معاكي. وبعد ما تلم هي هتلم لوحدها وهتلاقيها ناعمه جدا العجينه. وطبعا احنا عايزين تبقى العجينه ناعمه. اهو لسه مكمله في العجن. بس انا عشان عامله كوبايتين دي بس، فهي كميه قليله، فمش متعبه في عجنها حلوه اهو. فطبعا انت ممكن ما تعمليش يعني ايه كميه كبيره، ممكن كميه صغيره زي كده بكميه صغيره. لو حابه تعملي كميه كبيره بالمره ممكن تعمليها، ويا دوب يتهوى يعني وتحطيه في اكياس وتفرزيه في الفريزر، ولما تطلعيه يبقى طازه وجميل اهو. بص بقى العجينه كده نعمت معانا جدا. جبت الطبق اهو اللي انا عجنت فيه، بس يعني ايه هحاول ان انا بس اشيل منه، كان فيه زيادات عجينه هشيلها علشان لما احط فيه العجينه يعني ميبقاش فيه بواقي عجين اهو. ضفت على قد ما قدرت وحطيت له حبه زيت، دهنت اهو الطبق حبه زيت. وهبتدي بقى احط فيه العجينه وهغطيها واسيبها عشان تخمر. طبعا بيبقى على حسب الجو بتاعك. انا عملت ايه، انا بقى رحت مشغله الفرن طبعا بس ما حطيتش فيه العجينه شويه، وخليت الفرن دفي ورحت طفيت عليه وحطيت العجينه. بص ما كملتش معايا نص ساعه كانت وصلت لي كده في الفرن الدافي بس. وجينا بعد كده اهو هنبتدي بقى ايه، جبت صينيه هرش عليها دقيق، وهقطع بقى يعني العجينه معايا القطع صغيره على قد الرغيف اللي هعمله. انا قطعتهم على 7، انت لو عاوزه تقطعيهم على ممكن اكتر من كده كمان يعني. انا بس عملته كويس وما كنتش عاوزاه يبقى رقيق قوي. يعني لما افرده ما كنتش عاوزاه يبقى رقيق قوي عشان يعني يبقى لما نيجي ناكله فاهماني يبقى حلو، ما يبقاش خفيف جدا او يبقى. لان لو رققته جامد، يعني لو قطعتها صغنن ورققته جامد، بعد ما رققه جامد لما اجي اسويه هيبقى خفيف قوي الرغيف معايا اهو. انا كده بقطعه الكور صغيره، بحاول انعمه على الرخامه. بس انا بعد كده
يعني لو عاوزة تعمليه على رخامة كده اعمليه، عاوزة تقطعيه على ايدك وبرده تفضلي تلفيها كده. بصوا المهم ان احنا ندورها عشان يطلع في الاخر الرغيف ايه شكله مدور وحلو اهو. بصوا تلفوها بين الصباعين لحد ما ندور العجينة حلو مش تطلع معانا رغيف حلو اهو. هنقطع تاني عشان انا بوريكم بس احنا بنقطعه ازاي. هو تقطيعه سهل، يعني هو سهل جدا، وكمان احنا مش هنسويه في الفرن. كده انا قطعت اهو، طلع معايا اهو 7 قطع. هنغطيهم بقى، غطيتهم بنفس الكيس اللي كنت مغطيه بيه العجين، وهسيبه بقى ايه يرتاح. يعني ممكن تسيبيه مثلا، ممكن تسيبيه نص ساعة مثلا يرتاح، ساعة هيبقى حلو معاكي. كل ما يرتاح هيبقى حلو. كده هرش رشه دقيق، بس انت بقى ما تغلوش الغلطه اللي انا غلطتها. انا كميه الدقيق اللي انا كنت رشيتها دي كتيره، لا رشوا رشه صغيره، وهقول لكم ليه ان انتوا ترشوا رشه اقل من كده. خليكم معايا في الفيديو هنشوف ليه. المهم ادينا اهو بفرد بالنشابه، بس ايدي مش تقيله على الرغيف، فاهميني؟ يعني انا بفرد وايدي خفيفه يا دوب، بس بفرد من غير ما اكون دايسه جامد، عشان اللي وانا بسوي الرغيف يقب معايا. انا كده بحاول انفض اهو الدقيق بين ايديا. بصوا سمك بقى الرغيف، هو ده السمك اللي انا عاوزاه. انا بقى جايبه صينيه تاني وحاطه عليها قماشه، واللي بعمله بحطه عليها على الصينيه. او نفرد تاني، بفرده الاول بايدي شويه، وبعد كده اجيب بقى النشابه اللي هي العجله دي، وابتدي ايه حبه بحبه من غير برضو دوس جامد ولا حاجه، وافرده اهو. نطبطب عليه بالراحه خالص عشان يقب معانا وهو بيستوي اهو. هو طريقته سهله وحلوه، ويعني لو عملتوها هيعجب ولادكم جدا، ويعني حتى لما يتعمل منه سندوتشات للمدرسه هيبقى حلو، هيقول لكم ان طعمه حلو. وكمان انا عاملاه اقتصادي، يعني احنا عملناه بميه ولا حطينا فيه لبن ولا حطينا فيه اي حاجه مكلفه، يعني اقتصادي جدا. بصوا كده انا اهو بعمله وبحطه زي ما قلت لكم، بحطه على صينيه علشان احنا بعد ما نحطه على الصينيه ونخلص اهو. بصوا شايفين وماشي احط عليه. هنغطيه بقى ونسيبه ايه يخمر حوالي برضو ساعه. بصوا كده انا كده حطيته، جبت طاسه على النار. الطاسه دي بسخنها كويس، وبعد كده اروح ايه موطيه النار، بس برضو مش بوطيها قوي اللي هي تبقى شامعه، لا يعني انا بخلي النار وسط. بصوا كده بقلبه بقى من الناحيه دي للناحيه دي. بصوا اول ما الاقيه الناحيه التانية شمعت اروح قلبها. بصوا بقى هو ده اللي انا قلت لكم عليه، ما تغلطوش غلطتي. بصوا الدقيق عمل ازاي، عشان كانت كميه الدقيق كبيره. بعد كده يا دوب تحطي هي رشه بس، وعاوزه الرغيف عشان يقب معاكي تقلبيه من الناحيه دي للناحيه دي اهو. يعني انا بقى بحطه يتشمع الناحيه دي، اقلبه على الناحيه التانية برضو تتشمع، ارجع اقلبه تاني. بعد كده بقى بصوا هيرفع بقى معانا ويقب يبقى حلو جدا اهو. بصوا بيقب ازاي، شايفين؟ ولا فرنه ولا اي حاجه، وعلى عين البوتاجاز من فوق، وسهل جدا. يعني انا تسويه ال7 اللي عملتهم دول ما خدوش ربع ساعه على البوتاجاز اهو. بصوا الرغيف قب ورفع ازاي، شايفين؟ بصوا شغل الرغيف جميل ازاي اهو. بصوا شكل الرغيف معانا جميل ازاي، يعني مفيش جمال اكتر من كده اهو. انا بسيبه بس برضو يتحمر حاجه بسيطه، يعني لون بس اهو. اول ما بياخد بقى لون من هنا وهنا بتعرفي ان هو استوى، تشيليه وبرضو تحطيه على حاجه، يعني تكوني حاطه قماشه ولا حاجه وتحطيه عليها لحد ما يبرد طبعا اهو. حطيت واحد تاني عشان اوريكم برضو تسويته. حطيته اهو على النار، وبعد كده اول ما يبتدي بصي اول ما تلاقي الرغيف بيتحرك معاكي اعرفي ان هو كده خلاص ظهره اتشمع. ايوه بصوا بيتحرك ازاي. نقلبه على الناحيه التانية برضو، الناحيه التانية نحس ان هو اتشمع، نرجع نقلبه تاني. لو سبتيه على ناحية واحدة لحد ما يحاول ينفخ وقلبتيه ممكن ما ينفخش، لازم نقلبه من الناحية دي للناحية دي عشان ينفخ معانا اهو. بصوا الرغيف بينفخ معانا ازاي، شايفين؟ انا جبت لكم اهو كل طريق كل حاجة حتى وهو بينفخ اهو، شايفين؟ بصوا بينفخ ازاي معانا الرغيف. هقلبه بقى على الناحية التانية عشان ياخد كمان من الناحية التانية. ان الرغيف بصوا كان متخرم،
بس هو فضل منفوخ يعني ما فضاش الهوا منه، فانا حطيت عليه المعلقه عشان الخرم ده. اهو كده الرغيف معايا، العيش معانا بعد ما طلع. طريقته سهله جدا، ما بياخدش مننا وقت خالص، وبيطلع لونه جميل وطعمه حلو جدا. مش عشان ما فيهوش لبن او اقتصاد هيطلع لا لا، بالعكس طعمه حلو جدا جدا. جربوه هيعجبكم. ويا رب وصفتي تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتشاركوا الفيديو عشان اي حد يعني بيتفرج علينا يستفاد. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. وبرضو كنت عاملة فيديو للفطير برضو جميل بطريقة حلوة جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ولو في اي اسئلة اسألوني. باي باي.